أنا ومدرس بنتي في الأسانسير بجد حصل حاجة غريبة جدًا، ولكن أنا ما بقيتش عارفة أقول له إيه، ودي كانت لأول مرة نتقابل في مكان زي ده. صاحبة القصة بتقول: أنا اسمي مدام عايدة، عندي 40 سنة، بنتي عندها 18 سنة، متجوزة وأنا صغيرة جدًا، يعني أهلي ناس متوسطين الحال خالص، وعندي 3 إخوات بنات غيري. طول عمري من وأنا صغيرة وأنا زي أي بنت باحلم بالعريس اللي هيريحني من كل العذاب اللي أنا فيه، من ساعة ما وعيت لعقلي وأنا باشتغل، وطلعت من المدرسة، عشان والدي راجل عاجز وما قدرش إن هو يعلمنا كلنا يعني في المدارس. كانت البنت فينا بتوصل مثلًا للإعدادي أو للدبلوم اللي هو التعليم المتوسط، وكانت بتقعد، لإن إحنا بنشتغل من أول ما سننا بس وصل ال12، 13 سنة. عشان ما فيش أي دخل، عشان نعرف نعيش. ومن هنا بقى كان موضوع الشقة والشغل برّه ده حاجة مش سهلة أبدًا. قد إيه فينا الست أو البنت لمّا بتطلع الشارع عشان تشتغل وتجيب كده فلوس عشان تقدر تعيش، إن الموضوع مش سهل أبدًا، بتتعرّض لحاجات كتير جدًا، ولازم إن هي تكون قدّها، لإن الحياة تجارب، ولازم إن هي على قد التجربة تتعلم منها. سنة ورا سنة بقيت يعني كله تمام، وبقيت أعرف إزاي إن أنا أتعامل، وإزاي إن أنا أشتغل، وإزاي إن أنا أجمّع فلوس، ودنيتي بقت كويسة، وبقيت كمان أساعد في البيت أكتر من الأول، وبدأت أشتري لنفسي كل الاحتياجات اللي أنا عايزاها، ومش بس كده ده أنا كمان بدأت أعمل جمعيات صغيرة وأجهّز نفسي، يعني أجيب مرّة حاجات معيّنة، حاجات للمطبخ، حاجات للأوضة بتاعتي، كده يعني المفروشات والحاجات اللي العرايس بتجيبها. الحاجات ديّة بتيجي بمبالغ كتير جدًا، وبحكم إن إحنا ناس بساط وعلى قد الحال، أكيد لو اتقدم لي عريس إن والدي مش هيقدر يجيب الحاجات دي كلها. عشان كده كنت دايمًا بافكر في إن أنا مع شريك حياتي ما ابقاش أقل منه. أكيد طبعًا أنا كنت متأكدة إن اللي هيتقدم لي شخص عادي زيي، متوسط الحال ويمكن حاله أقل من حالنا كمان. ولكن طبعًا دي سُنّة الحياة، ولازم إن إحنا نرضى بالنصيب والمقسوم. وفعلًا بدأت إن أنا أشتغل وأجمّع في حاجات، لدرجة إن أنا خلال 3، 4 سنين جِبت كل الحاجة بتاعتي. كنت في كل سنة باعمل جمعية، وفي كل سنة مرتبي بيزيد، وفي كل سنة باكبّر الموضوع أكتر من كده. أنا الوحيدة اللي في أخواتي البنات قدرت إن أنا أجيب كل الحاجات اللي نِفْسي فيها. وكان بيتقدم لي كذا شخص ولكن ما كانوش بيبقوا مناسبين، يعني لمّا كنت باقعد أتكلم معاهم عشان نتعرف وكده، لمّا كانوا بييجوا يتقدموا لي كنت أحس كده إن ما فيش بيننا تفاهم، وإن الأمور بيننا مش هتبقى أحسن حاجة، فعشان كده كنت بارفض. هتقولي لي زي ما كانوا بيقولوا لي أهلي وأخواتي البنات إحنا ناس بساط يعني هو مين اللي هييجي لنا؟ كنت مؤمنة إن القدر هيجمعني بشريك حياتي اللي هيكون في بيننا وبين بعض تفاهم، وما كنتش عايزة أتسرع أبدًا. أنا كده على الأقل باحاول إن أنا أعيش بالطريقة السليمة. الفقر ده ساعات كتير جدًا بيبقى في حياة ناس كتير، ولكن مش كل الناس بتقدر تتعايش معاه. في ناس كتير بتيأس منه وبتهرب منه، وفي ناس بتحاول إن هي تحسن مستواها، وفي ناس تانية بتحاول إن هي ما تاخدوش كشيء يضرها، بل بالعكس إن هو ينفعها. كنت باشتغل في المخبوزات والحاجات ديّة في محل يعني بقى لي أكتر من 10 سنين. الناس هناك صحاب الفرن عارفينّي وأنا اللي كنت ماسكة كل حاجة، وكنت كل مدى مرتبي بيزيد، لحد كده ما في يوم حصل خلاف صغير بيني وبين الست صاحبة الشغل. كان على يعني أمور حاجات جايبينها وكده للمحل، بدأت إن هي تقول لي: "لأ الحسابات مش مضبوطة، لأ ده كده في مشكلة." طبعًا أنا ما سمحتش إن بعد كل العمر ده إن في حد يتكلم معايا بالطريقة دي، واضطريت كده إن أنا أسيب الشغل خالص، وطبعًا ما قعدتش في البيت، حاولت إن أنا أدوّر على شغل تاني. ولمّا رُحت الشغل ده كان عبارة عن مصنع كبير، المصنع ده عبارة عن مصنع خضروات ومُعلبات وحاجات من دي، وكان هناك بنات كتير جدًا وشباب كتير، مدارس وكليات
وناس كده كتير شباب كتير. حبيت الموضوع أكتر من المكان اللي أنا كنت التاني فيه، وحسيت إن أنا مرتاحة ومبسوطة أكتر. المهم اتعرّفت هناك على بنات وصاحبتهم كتير، ومنهم طبعًا بنات كانوا يعني ميسورين الحال، لكن هُم ليهم مزاج وكيف كده إن هُم يطلعوا يشتغلوا عشان يجيبوا الفلوس، يعني يقدروا إن هُم يثبتوا وجودهم وتغيير وتعارف زي ما بيقولوا. ورُحت في البيت عند واحدة صديقة ليّا بعد فترة طويلة في الشغل أسأل عليها لإنها كانت بقى لها كذا يوم ما بتجيش. ولمّا رُحت عشان أسأل عليها لإن طبعًا كنت عارفة عنوانها، اتقابلت هناك بأخ ليها كان لسه راجع من السفر. اتفاجئت ببيتهم شكله شيك جدًا وكبير ومكان كويس. بقيت مستغربة، ده غير الفرش اللي فيه من جوّه، حاجة جميلة جدًا وقيّمة، يعني مش بفلوس قليلة. لقيت مستواهم المادي باين عليه إن هو قد إيه، يعني إن هو كويس وعايشين عيشة كويسة. وبقيت مستغربة جدًا إن هي كانت بتطلع تشتغل. ولمّا طبعًا سألتها أنتِ ليه تطلعي تشتغلي؟ أنا شايفة إن ظروفكم أحسن حاجة. قالت لي عشان ده أخويا، بس أخويا يعني من الأب مش من الأم، فعشان كده في اختلاف شوية من ناحيتي يعني. المهم كنت باطلع أشتغل عشان أجيب متطلباتي، لإن أنا يعني هُم مضايقني شوية. المهم ما رضيتش أخُش معاها في تفاصيل، لكن أنا فهمت إن هي كانت بتنزل عشان احتياجاتها الخاصة، وإن هي مش مهتمين بيها يعني أكتر حاجة. المهم إن أنا اتعرّفت على أخوها ده بالصدفة، وجِه وصّلني الطريق بعد ما خرجت من عندهم، وقعدنا نتكلم في الطريق أكتر من مرة يعني. وقعد يسألني على شوية حاجات، ويسألني شغالة معاها من إمتى وكده، وإن هو مبسوط إن شافني. قُلت له أنا كمان مبسوطة جدًا إن أنا شُفتك الصراحة. وفعلًا من هنا بدأ بينا التعارف، وبدأ ييجي الشغل بعض الأحيان يستنزف أخته ويكلمني، وقال لي إن هو عايز يتقدّم لي. وفعلًا اتقدّم لي وبدأت معاه كده قصة حُب كبيرة. كنت سعيدة جدًا لإن هو ده الشاب اللي أنا كنت باحلم بيه، شاب وسيم وزي القمر وحالته متيسّرة ومتعلّم كمان، يرضى بواحدة زيي؟ ما كنتش مصدّقة نَفْسي. وفعلًا اتقدّم لي واتجوّزنا على طول مسافة شهرين 2. كنا عاملين شقتنا بعيد عن بيت العيلة اللي هم عايشين فيه. اشترى لي شقة في عمارة كبيرة جميلة جدًا وفي مكان حلو. وكنت أسعد واحدة في الدنيا، ما كنتش مصدقة إن الدنيا ادتني كل السعادة ديّة مرة واحدة. بس كان جوايا إحساس بإن هي ممكن السعادة دي ما تدومش، ولكن كنت دايمًا باقول يعني ما تفقريش على نفسِك. المهم بعد جوازنا ربنا أكرمني ببنوتة زي القمر، بعد جوازنا على طول. وأنا في الشهر التاسع جوزي عمل حادثة واتوفى. وكانت دي بقى صدمة عمري، واتأكدت من هنا إن الدنيا مستحيل تديني كل الحاجات الحلوة دي وتسيبني كده عايشة مبسوطة ومتهنية. عايزة أقول لكم إن أنا دخلت في حالة نفسية وحشة جدًا، جدًا بعد فقدان جوزي، لإن الصراحة كان مالي حياتي. كان الرومانسية والحب والهنا كله شايفاه معاه. كان قد إيه بيهتم بيا والعلاقة الزوجية بينا كانت جميلة جميلة جدا بطريقة مش معقولة. كان في بينا تفاهم وحب بطريقة عمري ما تخيلت إنها تكون موجودة في حياتي. قد إيه كان بيخليني سعيدة بطريقة مش عادية، لدرجة إن كنت متأكدة إن الدنيا بسرعة هتاخد مني السعادة دي. ورجعت تاني إن أنا أعيش لوحدي، لكن المرة دي كان معايا بنتي، وقررت إن أنا عمري ما هاتجوز تاني بعده، وإن هاربي بنتي وهاخلي بالي منها وهاخليها أحسن عروسة في الدنيا. وفعلا بقيت بكل قوتي معاها، هي كل حياتي. ولكن بعد كده عايزة أقول لكم إن ده مش معناه إن أنا ما قابلتش معاناة كتير جدا بيني وبين نفسي، لكن بحكم العادات والتقاليد والرباية اللي اتربيناها على الصح والغلط واللي ينفع واللي ما ينفعش، ما كانش ينفع إن أنا أتكلم. وده اختياري وكان لازم أكمل فيه عشان خاطر بنتي. مستحيل أتخيل إن ممكن إن أنا أتجوز شخص وإنه يكون قاسي عليها أو يفكر إنه يبصلها بصة مش مريحاني. الموضوع ده بالنسبة لي كان شيء مستحيل. هو فعلا مرت حياتي لما وصلت لحد ال40 سنة، وبنتي كبرت وخلصت الثانوية العامة وكانت خلاص داخلة على أولى كلية. المدرس بتاعها كان بيجيلها البيت عشان ما كانش ينفع تروح المجموعة في وقت متأخر.
التوقيت بتاع ميعاد المجموعة بتاعته كان في توقيت متأخر جدًا، لإنها كانت في آخر سنة، والسنة دي كان بالنسبة لها تحديد مصير لحاجات كتير جدًا وتعبنا السنين اللي فاتت. فقررنا إن المدرس ييجي يدي لها الدرس في البيت، خصوصي يعني في التوقيت اللي إحنا نختاره عشان خاطر بنتي. والوقت متأخر وكده أنا باقلق عليها برّه، وفعلًا هو ده اللي حصل وبدأ إن هو ييجي ويدّيها الدرس، قعدنا على كده كذا شهر، والأمور بيننا كانت عادي ونقعد معاهم وهُم بياخدوا الدرس، وأحيانًا كنت بابقى تعبانة ومُجهدة وكنت باخش أنام. ولكن الصراحة كان معظم الوقت يعني بيصدف وبييجي على ميعاد الغدا أو وأنا باجهّز الأكل، فكنت دايمًا يعني بأكد عليه إن هو ياكل معانا، وكنت حابة إن هو يبقى الأمور بيننا عادية، بحكم إن هو بيخش بيتنا فقُلنا دي الواجبات اللي إحنا متربيين عليها. وفعلًا يعني اتعودنا لدرجة إن أنا المشكلة هنا إن إحنا اتعودنا على وجوده معانا في حياتنا. بنتي كانت بتحبه جدًا وبتحترمه جدًا، وكان بالنسبة لها يعني زي الأخ الكبير. هو سنه نفس السن بتاعي في الأربعينات، وطبعًا هنا هو كان متجوز ولكن انفصل عن مراته بسبب إن هو ما فيش بينهم تفاهم، وبسبب إن كانوا دايمًا في مشاكل بسبب الأولاد. وبعد ما انفصلت منه بقى يدّيها هي طلبات الأولاد والفلوس ومصاريفهم، وهو عايش لوحده في شقة إيجار، وساب لها هي الشقة. طبعًا بقى له فترة طويلة جدًا زي ما أنا بقى لي فترة طويلة، وبدأنا كده إن إحنا نتعود على وجوده في حياتنا. ما اكدبش عليكِ وأعجبت بكل طريقته وبأدبه وبأخلاقه، قد إيه كان مهذب ومحترم جدًا وإنسان بمنتهى الذوق والأخلاق. بنتي بقت معجبة بيه جدًا، ولكن بقى المشكلة اللي بعد كده إني فجأة بصيت لقيته بيحاول يعبّر لي عن مشاعره لمّا تصادفنا على باب العمارة ودخلنا الأسانسير سوا. اتفاجئت بإنه بيقول لي إن أنا نفسي إن أنا أقول لِك على حاجة، ولكن ما فيش فوق يعني وقت مناسب إن أنا أعبّر لِك بيه عن اللي أنا عايزه. أنا معجب بيكِ جدًا ونفسي أكمّل معاكِ حياتي، مش قادر خلاص إن أنا أستغنى عنِّك. البُعد بالنسبة لي عنِّك يعني زي إن أنا ما أبقاش عايش. أنا حابب إن أنا أكمّل معاكِ حياتي. من هنا بقى أنا سمعت الكلام ده ولقيت نفسي مش قادرة. أنا كمان عندي نفس الإحساس والرغبة بإن أنا عايزة أعيش معاه وأكمّل معاه حياتي، ولقيت نفسي من غير ما أحس باقول له أنا كمان موافقة. عبّر لي عن مشاعره بطريقة يعني حلوة جدًا وظريفة، ولكن أنا كنت محرجة جدًا من اللي حصل ومكسوفة، ولكن كان عندي قبول جامد. وطلعنا فوق وقعدنا اتكلمت مع بنتي مع رغم إن هي كانت بتحبه جدًا وبتحترمه وبتقول لي بتشكر فيه، مع الرغم إن لما قلنا لها الفكرة رفضت تمامًا إنه يكون مكان والدها. طبعًا مش عارفة أعمل إيه، خايفة أخسر بنتي، وفي نفس الوقت ما عدتش قادرة ولازمًا يكون في حياتي شخص